يلا بينا بقى النهارده نجرب يا جماعه اكبر مطعم، يعني ما اعرفش في مصر ولا لا، بس هو اكبر مطعم في بسترد في شبرا اسمه ابن مصر. تمام، انا اتصورت فيه قبل كده، بس لقيت عنده فرايتيز في المنيو يعني غريبه، غريبة والله أوي. غريبه قوي. يعني انت عندك ادي دور 2 3، وبقول لك ايه بقى، ادخل شوف بقى. مصطفى ده من المحلات الكبيره قوي، اللي هو عارف التخصص عكس التخصص بالظبط. انت اول ما بتخش بتلاقي على شمالك اللي هو ايه، الفراخ الشوايه اللي هي بتقعد تتشوي على البتاع دي. انا بحب طعمها بصراحه. تيجي تخش على اللي بعده تلاقي ايه، شاورما فراخ، شاورما لحمه، مش عارف فراخ بروست، بعد كده مشويات، بعد كده فطير، بعد كده مش عنده كميه فرايتيز. تيجي تطلع بقى الدور اللي فوق تلاقي زي كافيه، تطلع الدور اللي فوقيه تلاقي قعده عربي. فمحل عامل كميه فرايتيز اللي هو تحس انت مش عارف انت قاعد في ايه بالظبط. يعني انا لما اقول انا رايح ابن مصر رايح اكل ايه بقى، ده اللي انا هعرفه النهارده وهنشوف بقى. يلا بينا بقى نبدا بقى. طيب بالاول كده بالايطالي، يعني احنا هندخل ايطالي سوري مصري عنده كل المطابخ يعني احنا قلنا نجرب واحده واحده كده. تعالى كده نجرب دي. احنا جبنا بيتزا ميكس فراخ وباستا الفريدو. بيتزا ميكس فراخ هي بتبقى فراخ ستريبس وفيها زي شيش طاووق، ويعني ده اللي انا شايفه لغايه دلوقتي. ما اعرفش بقى حاطط شاورما ولا ايه، هي مليانه فراخ قوي يعني. دي ب 75 جنيه، عليها فراخ كريسبي من فوق اللي هي زي الستريبس مع شيش طاووق، وانا شايف ان مفيش حاجه ثانيه. وممكن شاورما فراخ سنه. هي ميزتها ان الفراخ مقرمشه قوي جوه، يعني هي ما بتتحط بعدها مش قبلها. لذيذه والله، ما لذيذ قوي. هي ب 75 جنيه بس صوص الرانش اللي عليها مش احلى صوص رانش يعني، ممكن تاكله 8 من 10. خش بقى على باستا الفريدو يا مصطفى. كده احنا عارف احلى الفريدو باكلها فين. عندي يا باشا. عندك يا باشا. تعالى يا باشا نشوف كده. بار كتير قوي. بص يا باشا، انا بالنسبه لي لو هختار ما بين بيتزا وباستا، بيتزا احلى بكتير. باستا مشكلتها انها فيها خضار وفيها فلفل الوان وفلفل اخضر وبقدونس، والصوص ستيكي كده ماسك في الحاجه شويه، مش سايب شويه، وما فيهاش فراخ كتير. يعني بص الفراخ هنا ممكن ناخد فراخ من هنا 6 من 10. ونخش بقى على الشرقي بقى. بص بقى ديت فطيره ميكس جبن. انا كنت فاكرها فطيره مشلتته في الاول، هي كده جبنه كيري، جبنه شكلك كده في ميكس جبن وفي شويه زيتون مع طماطم عنده. الصراحه فطيره مشلتته طعمها جامد قوي. بص ميكس الرومي مع الكيري مع الشيدر مع ان رقات الفطير، بص هم رقتين بس رقتين رفيعين مع سمنه، فتحس ان الموضوع لذيذ جوه يعني. او يمكن عشان جعان ولا ايه بس لا جامده ميكس الجبن طعمه حلو قوي جوه. 9 من 10. نخش على اللي بعده. يلا على اللي بعده. نخش بقى في العروض يا باشا. بص هو عنده العروض اسعارها غريب. يعني مثلا هنا دلوقتي 4 سندوتشات بالثلاث صوصات اسمه عرض تويستر ب 80 جنيه. يعني السندوتش ب 20 جنيه بيبقى ساندوتش ستريبس. يعني بص في عيش لبناني كده، ده ممكن نغمسه في فرنش. على فكره هو مشهور بالستريبس كده كده. لا عامل زي التويستر والله. ساندوتش الستريبس ده حلو قوي. والستريبس اللي في البيتزا برضه جامده قوي. ده ستريبس برضه. ده حراق. ده زي ده وده زي ده، يعني سواء، بس العادي تحسه اكبر من الحراق. يعني الحراق ارفع. ما اعرفش هل ده بسبب القطع اللي نزلت في العادي كبيره، والقطع اللي نزلت في السبايسي صغيره. بس اوفر اول لو هاخد عرض الاربع سندوتشات ده ب 80 جنيه اكل اتخن تخين. 9 من 10. ادخل على اللي بعده. ايه بقى خلاص ما كفايه كده. انت لسه اصلا داخلين. لسه في قصه كبيره قوي. بس لغايه دلوقتي اي حاجه فيها ستريبس عجبتني بصراحه. ده برجر، ده عرض المكوك، برجر لحمه متحمر. هي حاجه اول مره يعني. مش فاهم. ستريبس برضو، ساندوتش الفراخ العادي. هو خلاص اي حاجه فيها ستريبس قشطه لذيذه يعني. هو دول بقى ساندوتشين صغيرين بقى اللي هو ايه، شاورما من مصر. بس ديت فين الطحينه؟ عايزين نغمس في طحينه. البرجر ده مش فاهمه، والشاورما لحمه ناشفه شويه، تحس ان انت اخدت اللي هم شويه اللي على السيخ المحروقين دول. انا بالنسبه لي البوكس التاني احلى وارخص وطعم العيش بتاعه جامد البوكس دوت ممكن اديله 6 من 10. وتعالى نخش على اللي بعده. بقول لك ايه، انا حاسس ان انا بنزل كل حاجه مالهاش علاقه ببعض. يعني انا نزلت بيتزا باستا وده بيبقى اصعب مطعم تقيمه، اللي هو كل حاجه فيه مختلفه. اللي هو في حاجه هتقع، في حاجه تبقى جامده قوي، في حاجه تبقى عاديه، في حاجه تبقى فاهم. فاحنا طالبين دلوقتي ايه؟ طالبين فتة شاورما ميكس مع نص مشكل. المهم يعني انا مش فاهم ايه علاقه الحاجات دي ببعض، بس تعالى نشوف كده. لو الكباب والريش دول ريشه حلوه، كباب حلو. التتبيله بتاعتها قديمه دي. انا عايز اخد كفتايه مع شويه بصل وبقدونس، احط عليهم بصلايه وفي الطحينه كده. بالنسبه لي الطبق ده جامد. تعال نشوف بقى الفت شاورما. بس انا ما كانتش عجباني اصلا في السندوتشات. بالنسبه لي الشاورما مش قوي بصراحه. يلا على اللي بعده.
بصوا يا جماعه انا برضو عشان بس نبقى فاهمين انا مزكم سنه، يعني انا تعبان شويه برضو، يعني عشان كده هتلاقي ممكن الفايب هاديه شويه لاني مش سامع نفسي اساسا. ممكن يبقى صوتي عالي، ممكن يبقى صوتي واطي، مش عارف، بس اتضايق ومستطعم ما تقلقوش يعني. يا عم ده برد من مروحه. لا لا هو انا فاكر انا كنت راجع كده يوم ونمت من غير ما استغطى كويس، برد من مروحه. للاسف كان جاي المروحه كانت شغاله ساعتها، بس انا ضايق وبشم والله عادي يعني، بس مزكم شويه. ربنا يستر، وريني بس احمد. الا بقى لو انت جيت هنا ودوقت الطعم لقيته غير الطعم اللي انا قلته، يعني ده معناه ان انا بقى مش ضايق اساسا. يعني. لا والله حلو حلو. ماشي. المهم يا باشا دوت الفور سيزون بتاعتنا دي بتبقى قسم شوكولاته ووايت شوكليت، وهنا كريمه وكراميل، وهنا مكسرات وكاستر، وهنا فواكه وكاستر. ده جلطه فعلا. خامة الفطير عندهم جامدة قوي. ايه ده يا عم، ده دي فظيعة يا جدع، حلوة بس الشوكولاتة جامدة قوي. ناخد اخر قطمة ونقول بقى الاوفر اول ان انا دلوقتي بجمعه في دماغي. ايوه. حاسس ان وشي هيقع في البتاع. بس يلا. بس انا مستطعم. زي الفل. اوب. اهدى بقى كده. مش قادر. ايوه. بس انا شامم. لخص بقى. المهم يا باشا، التجربه اللي مش مفهومه اللي مالهاش علاقه ببعض خالص دي. بص هي التجربه اصلا انا دماغي لغايه دلوقتي مش مستوعبها، حتى مش عارف اقول ايه احسن في ايه. بس انا بالنسبه لي تعال نبدا من الاول خالص اللي احنا بدأناه. انا كان بالنسبه لي البيتزا الستريبس كانت جامده قوي. يجي بعدها الفطيره الشرقي اللي هي ميكس جبن جامده برده جدا. يجي بعدها ايه الباستا والفته ما كانوش قوي بالنسبه لي. يجي بعدهم اللي هو العرض بتاع السندوتشات الستريبس اللي ب 80 جنيه ده توب برضه. يجي بعدها المشاوي كانت لذيذه. يجي بعدها كانت الفطيره الفور سيزون ديت وخفيفه يعني فانا بالنسبه لي اللي هو الاربع خمس حاجات اللي انا قلتهم، المطعم بيعمل كل حاجه اكيد. انا اصلا لسه في منيو قدامي مثلا فيهم اكتر من 180 ايتم. ده اللي هو المحل اللي يقول لك مفيش زبون مش هيعرف ياكل فيه، بس حافظ بقى على كواليتي. سيطر بقى يا ريس، سيطر بقى يا ريس على كل الايتمز دي. احنا نعمل ايتم واحد نبقى عارفين نعمله ازاي وخلاص. بقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.